السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ما ينفعش فيها الحجاب. زوجة عصام صاصة تكشف سبب خلعها للحجاب. دعونا نتعرف على التفاصيل. كشفت جهاد أحمد زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصة عن سبب خلعها للحجاب بشكل رسمي وظهورها بدونه في الفترة الأخيرة، وردا على سؤال أحد المتابعين لها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام ليه قلعتي الحجاب. قالت جهاد إنها اضطرت لخلع الحجاب بعد ارتدائه فترة والاستغناء عنه فترة. وأضافت جهاد في فيديو نشرته على صفحتها قائلة: ساعات كنت بروح مع عصام أماكن ما ينفعش فيها الحجاب، فكنت بضطر لخلعه ثم ارتديه مرة أخرى. كنت بلبسه يومين ويومين لأ، فقررت الاستغناء عنه لحد ما ربنا يهديني. وانتهى فريق عمل اسود ملون من اعمال مونتاج الفيلم ليكون جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة، وهو العمل الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم. ويشارك خلال العمل الفنانة الشابة جهاد ماهر، وهي زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصة، والذي يشترك بدوره في العمل عن طريق التمثيل وأغاني ترويجية أيضا للفيلم. وعن مشاركتها في العمل قالت جهاد في بيان صحفي إنها سعيدة بالاشتراك في الفيلم والذي يتواجد فيه عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم بيومي فؤاد الذي يجسد شخصية طبيب نفسي بطريقة كوميدية وجيدة. وقالت جهاد إنها مترقبة بشكل كبير لردود الأفعال على دورها، مؤكدة إن الدور سيكون مفاجأة ولافتة إلى أن زوجها كان يساعدها على قراءته ومساعدتها تجاه التوتر الذي يحدث خلال الوقوف أمام كاميرا التصوير. وأسود ملون فيلم رومانسي لايت كوميدي للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد وأحمد فتحي ورنا رئيس ومحمد كيلاني وعصام صاصة وميس حمدان وإبرام سمير ومحمود حافظ ومنى عرفة وصبر رفعي وطاهر أبو ليلى، ومن إخراج حسن البلاسي. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.